للغايه. القارئ لما يجي يقرا بحب ان هو يشغل دماغه معايا، مش يقرا معلومات وخلاص. فانا بديله حاجه الغير متوقعه فيفاجئ بيها، فيقول لك صح احنا بنعمل ده اصلا ليه؟ صحيح. هو من نفسه فكر وعرف الحل من نفسه، مش هيعمل ده. هي الحقيقه امكانيه غير طبيعيه هي ميه النيل، وكان المفروض الحقيقه ان احنا نحافظ عليها اكتر من كده. مش بس الحقيقه من السلوكيات الخاطئه، لكن كمان من تعدي الاخرين عليها بسبب يعني تباطؤ سياسي ربما او سكون سياسي ربما. البعض تساءل حتى بيقول يعني كان ممكن نستغل مع كينيا ان احنا المستورد الاول للشاي من كينيا، وكان لازم دي تستخدم كورقة ضغط على الحكومة او النظام الكيني في عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية، لكن ده ما تمش. البعض تساءل بدل ما كنا نصدر الغاز للأردن وإسرائيل، مش كنا صدرناه للسودان وإثيوبيا وكينيا، فكنا ربطناهم بينا اقتصاديا ما يقدروش يوقعوا على الاتفاقية إلا بموافقتنا فعلا، وإلا نقفل ماسورة الغاز. يعني قضايا أخرى متعلقة بمية النيل. اختار لي أنت موضوع بقى المرة دي، عنوان أنت طرحته داخل الكتاب وعايز تقدمه للسادة المشاهدين. عنوان صعب شويه. اسمه كيف تكون حقيرا. تمام. عنوان صادم. وانا فعلا بقول ازاي تكون حقير في 25 نقطه، بشرح للقارئ لو عملهم هيبقى حقير 10 على 10. بس انا ما بقولش الناس اتصفوا بهذه الصفه، انا بقول للناس ان شخص فيه المواصفات دي اعرفوه وتجنبوه. طب الشخص دوت ايه خطره على المجتمع؟ لما اقول ان في فلول هم الصفه دي، لو في ثوره مضاده هم الصفه دي، لو في ذيول نظام هم الصفه دي. فشخص زي دوت لو موجود في المجتمع بكثره، المجتمع دوت هيتفكك، هينهار، وده اللي احنا خايفين منه دلوقتي. فانا ده يعني اخطر موضوع ممكن اكون اتكلمت فيه، بس برضك باسلوب مختلف. انا ما عادش اقول ما تعملش كذا ما تعملش كذا، لا، اقول لك اعمل كذا واعرف ان ده هتبقى كذا. قضية فده فعلا غاية اكتر في موضوع انا الأهمية. شايفه في الكتاب. يعني التعرف على الموضوع مهم جدا مصطفى، لكن التعرف على الأسلوب كمان غاية في الأهمية. يعني اسمح لي أطلب منك إنك تاخد الكتاب وتقرأ لنا جزء تختاره بنفسك من أي موضوع أنت طرحته من ال50 موضوع اللي أنت طرحتهم في الكتاب. اتفضل. طيب بالصدفه كده في موضوع كان اسمه ايه؟ اسمه تلوث. تمام. بقول فيه انها الديمقراطيه اذن التي تسمح للجميع بالحديث كحق مكتسب، لكن في نفس الوقت لم تتح المجال او الوقت لاحد ان يسمع. ده اللي حصل حاليا. الكل يتحدث بصوت عال ترة وبصوت اكثر علو ترة اخرى. الكل كلامه مهم، كلام حياة او موت، واحداث مظاهرات الغضب خير برهان. يتحدث الجميع وفي نفس ذات الوقت لا يسمع الجميع. لذلك عندما تسمع عن دولة تعاني من تلوث ضوضائي اعلم انها اكيد 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 مليئة بالديمقراطية. مليئة بالديمقراطية. فدي جت بالصدفة كده معناها. تفتكر المشكلة فين في المسألة دي؟ يعني أنت رصدت واقع حقيقي، كلنا نتحدث ولا نستمع إلا قليلا، وخصوصا بعد الثورة. تمام. تفتكر الخطأ فين؟ هل إحنا ما زلنا في سنة أولى ديمقراطية زي ما البعض بيقول، احنا في ولا لا؟ المسألة متعلقة بأمرين في المقام الأول، وده رأي ناس تانية. المسألة الأولى إن خلال ال50 سنة اللي فاتوا، مش ال30 سنة بس الحقيقة، يعني تحديدا من ثورة يوليو، ومظالم العباد تتفاقم سنة بعد أخرى، حتى أصبح كل الفئات المجتمعية عندهم مظالم. تمام. وبالتالي ده كان مبرر منطقي وطبيعي لخروج هذا الكم من المطالبات الفئوية. المسألة الثانية أن أنت عندك 40% أمية، وبالتالي غياب الوعي أمر طبيعي. لكن بيقولوا ان احنا عندنا ثقافه ديمقراطيه نشأت في الفتره شبه الليبراليه من دستور 23 لغايه قيام ثوره يوليو. تمام. انت مع انهي الرايين؟ احنا عندنا ثقافه ديمقراطيه طورت، ولا مشاكلنا هي اللي طاغيه علينا قوي فبتخلينا نتكلم كتير وما بنسمعش بعض؟ لا، انا رايي ان احنا بقالنا 50 سنه مفيش ديمقراطيه. فطبيعي لما اجي انفذها دلوقتي استحاله هنفذها صح. فاكيد في اخطاء، اكيد هنتعلم، لكن عشان مشاكلنا موجوده فكل واحد عايز يحل مشاكله. فمفيش صبر ان اسمع التاني، قد تكون مشاكله هو اهم وهتحل لي مشاكلي بالتبعيه. لا، انا عايز احل مشاكلي.
فانا شايف الموضوع كده. طب وده هنا بقى محتاج ايه؟ محتاج نظام. محتاج نظام في المقام الاول، مم. محتاج قائد مم. الكل يتبعه، يكون واعي وفاهم بحيث يعرف ايه المشاكل اللي يحلها الاول. مم. جدول اولويات يعني. بالظبط كده. مم. آه، محتاج حوار مم. بصوت هادي، لان شفنا كمثال الحوار الوطني اللي حصل فيه، مم. فده كان حوار بصوت عالي مم. وادى الى حدوث مم. يعني تطول في الكلام او صوت عالي في الكلام. مم. فده اللي احنا مش عايزينه، احنا عايزين حوار مم. مختلفين في الاراء ماشي، بس احنا المفروض ان احنا كلنا عايزين هدف هدف مصلحة واحد. البلد دي. بالظبط. فمفيش معنى ان انا ازعق، مم. مش هوصل لحاجة. هو الحقيقه كان حاجه مستغربه جدا. العناوين الجرايد امبارح كلها عن حوارات وكلها تنتهي باشتباكات. انا مش عارف الحقيقه مهما كان اختلافنا، ما احنا في النهايه بنسعى لهدف واحد هو واحد. مصر. فكيف يتطور الامر الى اشتباك بالعيد؟ دي مساله غايه في الغرابه. الكتاب معني في المقام الاول بالاخلاق، بالمجتمع المصري. ايام الثوره ظهر اصطلاح جديد علينا اسمه اخلاق الميدان. تمام. كويس. قول لي اين ذهبت اخلاق الميدان بعد فض الميدان؟ تركت في الميدان. تركت في الميدان. ليه؟ ايام الميدان كان كله عنده هدف واحد ومطلب واحد، مم. فاتحدوا عليه باختلاف التيارات والافكار والمبادئ والطباع والدين، كله اتفق على مطلب واحد. مم. الاتفاق خلق اخلاق جديده او وضحت اخلاق جديده علينا، او مش جديده، موجوده بس ظهرت بشده في الوقت دوت. مم. لما انفض الميدان وانتهت ايام ال 18 يوم، كله بدأ يبص على المطالب الفئويه. مم. فلما دام انقصرنا في مطالبنا، الاخلاق اللي كانت ظاهره ديت مم. هتنزل وتطلع مكانها اخلاق تانية. مم. ممكن هي اخلاق حميده وكل حاجه وناس كلهم كويسين، بس ما عادش فيه مطلب واحد، ما عادش فيه اتحاد، ما عادش فيه تعاون، مم. فتركت في الميدان. بعد الثورة يعني القمامة رجعت لشوارعنا من جديد. تمام. كنا بنقف بنشوف الناس بتنظف وكانوا بيدهنوا الأرصفة. ايه اللي حصل؟ ما هو هي حاجه يعني واحد يأسف ان هو يقولها، مم. بس هي عاده فينا عامه. مم. هديك مثال بردك بسيط. مم. بعد بطوله الافريقيه مم. كل الناس طلعت وبتحيي وحبت البلد وما اعرفش ايه. بعد يومين ايه اللي حصل؟ مم. ولكن احنا طلعنا مم. ونزلنا. مم. فكرة الكيرف. الكيرف بيحصل دايما معانا بعد كل حدث سعيد، مم. نطلع وننزل. مم. فاحنا طيب. طلعنا ونزلنا. طيب قول لي اي ثورة بتنشأ عشان تقاوم مجموعة من الامراض الاجتماعية نشأت داخل المجتمع. انت بتحاول ترصد هذه الامراض الاجتماعية في كتابك. قول لي ما هو المرض العضال في سلوكنا كمصريين، وده لازم نغيره، لان هو ده الطريق لتغيير بقية السلوكيات السلبية، وده اللي هيدفعنا للنهضة بعد كده. الادعاء. الادعاء بمعنى؟ انا شيء يعني زي ما قلنا من شويه، بيدعي بصفه هو مش فيها. مم. بيدعي ان هو عالم ان هو يعني اكتر واحد عالم بالامر. مم. بيدعي ان هو اللي كان صاحب القرار. مم. وده بيحصل حاليا ومع الائتلافات ومع الاحزاب. مم. فانا عايز ابقى انا صاحب الكلمه. مم. فدي مشكله. مم. يعني انا شايف ان دي يعني اسوأ صفه اللي حماتي. هو شكل من اشكال نسب الفضل للذات. بالظبط. طب في حاجة تانية الحقيقة انا ملاحظها، والحقيقة يشترك فيها اغلب من يتحدث الان سواء في وسائل الاعلام المختلفة او حتى في الشارع. امتلاك الحقيقة المطلقة او ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. السلفية تقول الحق معنا، الاخوان يقولون ذلك، العلمانيون يقولون ذلك، الليبراليون يقولون ذلك، المستقلون يقولون ذلك، اللي ملوش دعوة بكل دول بيقول نفس الكلام. فكرة ان انا دايما عندي احساس بان ما اقوله هو قمة الصواب، واللي الناس بتقوله هو قمة والخطأ. الخطأ. يعني بتذكر دايما مقولة الامام الشافعي ومقولة مأثورة: هذا خير ما وصلنا اليه، فان اتانا غيرنا بافضل منه قبلناه ورضيناه. ان ده اللي انا وصلت له، لو جالي رأي افضل انا هتقبله فورا. احنا تمام. ما عندناش ده ليه؟ ما هو الرأي دوت مسألة تعليم وثقافة ولا ايه؟ يعني تحديد بالظبط كده. يعني هنفرض ان الديمقراطية